Hello everyone, this is me إسراء حسان, Science and English Teacher. أهلا بيكم يا Middle 1 في Unit 3 Lesson 2. قلنا إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح اليونت. تعالوا كده مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خلصنا مع بعض Lesson 1، هنشوف مع بعض Lesson 2 بيتكلم عن ايه. بيتكلم على General Characteristics، يعني الحاجات اللي بتميز لي ال Living Organisms عن ال Non living. قال لي طيب تعالي بقى يا ميس نشوف ايه هي الكاركترستكس اللي هتميز لي الليفنج عن النون ليفنج. قال لي يا ميس انا عندي حاجات كتير قوي، لايك ايه؟ لايك النيوتريشن، الريسبيريشن، الترانسبورت، الاكسكريشن، الموفمنت، الجروث، السنسيشن، الريبرودكشن، الادابتيشن. كل ده يا ميس هيختلف من الانيمال للهيومن للبلانت. هنشوف كل حاجه من دي. طبعا احنا هندرس بعض الكاركترستكس دي مش كلها في الهيومن والبلانت ومين والانيمال. طيب عندي هنا زي ما احنا قلنا دي كل الكاركترستكس اللي هتميز لي الليفنج عن النون ليفنج. قال لي طيب تعالوا كده نتكلم على النيوتريشن. يعني ايه اصلا يا ميس كلمة نيوتريشن؟ قال لي ان احنا يا ميس محتاجين فود. طب انت يا ميس محتاجة فود ليه؟ قال لي عشان يكون عندي انرجي. عشان الانرجي لما هتكون عندي في البودي بتاعي، سواء بقى الهيومن او البلانت او الانيمال، دي هتساعده في حاجات كتير. طب هتساعده في ايه يا ميس؟ هتساعده ان هو يقدر يعمل جروث او building ايه their bodies. يبقى انت يا ميس عايزه تقولي لي nutrition، يبقى they obtain food. هناخد الفود يا ميس منين؟ هناخد الفود عشان هو يكون المين سورس اوف انرجي and produce substances. هنستخدم السبستانسز ديت في البيلدينج للذير بودي. قال لي طب بص يا ميس احنا هنعمل كلاسيفيكيشن، هنقسم الليفنج اورجانيزم على حسب طريقه obtain their food، على طريقه حصولهم للفود. قال لي طيب عندي حاجه اسمها اوتوتروفيك اورجانيزمز، وهنعرف يعني ايه دلوقتي. وعندي يا ميس تاني حاجة اسمها هيتروتروفيك اورجانيزم. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ الاوتوتروفيك اورجانيزم دي الاورجانيزمز يا ميس اللي هي كان ميك ذير اون فود، هي اللي هتقدر تعمل الفود باي اتسيلف بنفسها. عن طريق يا ميس ايه؟ عن طريق الفوتوسينثيسيس بروسيس. طب احنا بنقول على الاورجانيزمز دي ايه؟ بنقول عليها بروديوسر. ليه يا ميس بتقولي عليها بروديوسر؟ عشان هما كان ميك ذير اون فود، هيقدروا يعملوا الفود بتاعهم بنفسهم. قال لي طيب الهيتروتروفيك يا ميس دي الاورجانيزمز دي بيندنج، بتعتمد يا ميس directly or indirectly على مين؟ على البروديوسر. طب يا ميس انت بتقولي بقى على الاورجانيزمز دي بتقولي عليها ايه؟ بقول عليها كونسيومرز. واخدنا الكلام ده في جريد 5. قلنا يا ميس ان احنا هنقسم دلوقتي الليفنج اورجانيزم على حسب طريقه حصولهم للفود لاوتوتروفيك. اوتوتروفيك يا ميس يعني هم بيقدروا يعملوا الفوتوسينثيسيس بروسيس انسايد ذير بودي، جوه البودي بتاعهم. لكن الهيتروتروفيك لا، احنا مش بنقدر. ليه يا ميس؟ سواء بقى انا كهيومن او كانيمال مش بنقدر. طب ليه يا ميس؟ عشان احنا بيكون في السيلز بتاعتنا في ابسنت المين؟ للكلوروبلاست، هي دي المسؤولة على الفوتوسينثيس بروسيس. قال لي طب احنا كده يا ميس سواء احنا او الانيمال هنقول على نفسنا ايه؟ هنقول علينا كونسيومر. ليه يا ميس كونسيومر؟ عشان احنا بنعتمد على البروديوسر او بنعتمد على كونسيومر تاني تو obtain ايه؟ the energy، عشان نحصل على الانرجي. قال لي طيب تعالوا مع بعض هنا. قال لي يا ميس طيب تعالي بقى هنا نتكلم على النيوتريشن في البروكاريوتيك. يعني يا ميس ازاي البروكاريوتيك هتقدر ان هي تاخد الفود او تحصل على الفود؟ قال لي يا ميس بصي البروكاريوتيك هتاخد الفود بتاعها عن طريق ايه؟ في من البروكاريوتيك دي اوتوتروفيك. يعني ايه يا ميس اوتوتروفيك؟ يعني كان ميك اتس اون فود، بتقدر تعمل الفود بتاعها. لكن الهيتروتروفيك دي يا ميس لا، دي ديبند اون، بتعتمد على البروديوسر عشان تعمل جين لمين؟ للفود او obtain their food. يعني انت عايزه يا ميس البروكاريوتيك هتقسميها على حسب طريقتها لحصولها للفود لطريقتين، اوتوتروفيك وهيتروتروفيك. طب اديني اكزامبل كده. الاكزامبل البكتيريا زي ما احنا شايفين في البيكتشر اللي قدامنا، ان البلو جرين بكتيريا قال لي دي يا ميس او اتس تايب اوف اوتوتروفيك، يعني دي نوع من البكتيريا. يعني ايه كلمه اوتوتروفيك؟ يعني يا ميس ميك ذير اون فود ثرو photosynthesis بروسيس، يعني هي اللي هتقدر تعمل photosynthesis بروسيس ايه؟ بنفسها. تمام. يعني انت عايزه تقولي ان البروكاريوتيك هتاخد الفود بتاعها يا اما اوتو يا اما هيترو، يا اما بتعتمد على حد يا اما هتقدر تعمله في البودي بتاعها عن طريق الفوتوسينثيسيس ايه بروسيس. قال لي طيب تعالوا مع بعض نشوف هنا.
قال لي طيب تعالي بقى يا ميس نشوف النيوتريشن في الايوكاريوتيك. طيب ازاي هتاخد الفود بتاعها؟ قال لي لا دي عندها several ways. يعني ايه several ways؟ يعني طرق كتيره. طيب الايوكاريوتيك في منها اوتوتروفيك. يعني ايه يا ميس اوتوتروفيك؟ يعني ميك اتس اون فود باي اتسيلف، هتعمل الفود بتاعها بنفسها. زي مين؟ زي البلانت يا ميس. يعني انت هتقولي على البلانت بروديوسر، وده يا ميس نوع ايه؟ ايوكاريوتيك. يعني يميس هياخد الفود بتاعه او هيقدر يعمل الفود بتاعه عن طريق الفوتوسينثيسيس بروسيس، وده بيحصل في الكلوروبلاست. تمام. قال لي طب اديني اكزامبلز كده للايوكاريوتيك وبتكون اوتوتروفيك. لا ده الجرين الجي، وكمان مين؟ وكمان البلانت. قال لي طيب تعالوا مع بعض هنا. تعالي بقى نشوف يا ميس بقى الهيتروتروفيك او الكونسيومرز. قال لي يا ميس لا خلي بالك بقى، دي ديبند بتعتمد يا ميس directly or indirectly، يعني بطريقه مباشره وغير مباشره على البروديوسر to obtain their own food. يعني ايه يا ميس الكلام ده اللي انت بتقوليه؟ انا دلوقتي كهيومن بقدر ان انا اعمل ايت مثلا لكل الفيجيتابلز، لكل الخضروات، فانا كده اعتمدت على البلان بطريقه معينه. طب انا يا ميس مش باكل فيجيتابلز، طب انا باكل ميت. طب يا ميس ما انا شايفه الكاو قدامي دي بتعمل ايت للجراس، يعني هي يا ميس اعتمدت على الجراس، فبالتالي الانرجي حصل لها يعني ستور انسايد اتس بودي، جوه البودي بتاعها، واتنقلت لي. يعني انا اعتمدت فعلا على البلانت او على البروديوسر بطريقه مباشره وطريقه غير مباشره. طب اديني اكزامبلز كده للهيتروتروفيكال كونسيومر اللي هو ديبند اون، بيعتمد على البلانت بطريقه مباشره وغير مباشره زي ما احنا شايفين كده يا ميس. عندي الهيومن وعندي الانيمالز لايك مين؟ لايك الكاو. قال لي طيب تعالوا هنا مع بعض زي ما احنا شايفين كده. قال لي طيب تعالي بقى يا ميس هنا الكويتشن اللي قدامنا ده give reason. بيقول لي هنا the bean، البين يا ميس عندي، خليني اعملها. طيب بيقول لي هنا يا ميس the bean plant is considered a producer. ليه يا ميس انا بعتبر ال bean plant producer؟ قال لي الانسر سهله جدا. قال لي يا ميس because it's ايه؟ it's autotrophic. يعني ايه يا ميس autotrophic؟ يعني make its own food by ايه يا ميس؟ by photosynthesis process، او زي ما احنا ما قلنا because the bean plant is an autotrophic organism. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ يعني produce its own food through photosynthesis process. قال لي يا ميس عشان السيلز contains ايه؟ او فيها يا ميس كلوروبلاست، والكلوروبلاست جواها كلوروفيل. طب يا ميس الانسر كبيره جدا، انا ممكن اختصرها جدا اقول because the bean plant is autotrophic which can make its own food. بيقدر يعمل الفود بتاعه through photosynthesis ايه؟ photosynthesis process. طيب تعالي بقى يا ميس نشوف ان البلانت ازاي بيقدر يعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس، او ازاي بيقدر يعمل الفود بتاعه بنفسه. قال لي احنا كنا واخدين الكلام ده من اول جريد 4، تعالوا نفتكر مع بعض. قال لي يا ميس البلانت نيد محتاج ايه يا ميس؟ قال لي البلانت محتاج يا ميس كربون دايوكسيد، ومحتاج ووتر، ومحتاج سان لايت. طيب دلوقتي يا ميس هو هياخد الكربون دايوكسيد من الاير. طب يا ميس عن طريق ايه؟ قال لي يا ميس عن طريق الليفز، جواها في حاجه اسمها ستوماتا. الاستوماتا دي كانت اوبننج هولز جوه الليفز، بيقدر ان هي تعمل جيت ان وجيت اوت للجاز، بيدخل منها وبيخرج منها الجاز. وانا هعتبر يا ميس ان الكربون دايوكسيد ده ان اورجانيك سبستانس. قال لي طيب دلوقتي يا ميس اللايت انرجي ازاي هتدخل جوه البلانت؟ قال لي يا ميس عن طريق الكلوروفيل اللي موجود جوه الجرين ليفز، عشان هو ابزورب اللايت انرجي، هياخد لي اللايت انرجي. قال لي طيب الروتس بقى هنا يا ميس بصي هتعمل ايه؟ قال لي الروتس يا ميس هتعمل ابزورب، هتاخد لي النيوترينز والمينرالز والسولت من السويل. يبقى انت كده جمعتي لي اللايت انرجي، وجمعتي لي الكربون دايوكسيد، وجمعتي لي الووتر اند مينرالز. دي كده الايكويشن بتاعتي. طالما 3 كومبوننت موجودين عندي، هيطلعوا لي ايه يا ميس؟ قال لي هيطلعوا لي الاكسجين جاز، وهيطلعوا لي الجلوكوز شوجر. قال لي طيب طبعا يا ميس الاكسجين جاز احنا بنستخدمه في الريسبيريشن. قال لي طب والجلوكوز شوجر ده يا ميس اللي هيخلي البلانت يقدر يعمل جرو. يعني انت يا ميس عايزه تقولي لي ان البلانت نيد كربون دايوكسيد، سان لايت، وكمان ووتر عشان يديلي جلوكوز ويديني اكسجين. مفيش اي مشكله في الجزء ده. قال لي طيب زي ما احنا شايفين، ادي يا ميس اللايت انرجي، وادي يا ميس الكربون دايوكسيد، وادي الووتر، كل ده اتجمع يا ميس عندي في الليفز عشان بروديوس يطلع لي ايه؟ الاكسجين والجلوكوز شوجر.
طيب ازاي يا ميس البلانت وازاي الهيومن بيقدر يعمل اوبتين لمين للفود بتاعه؟ قلنا يا ميس ان انا عندي الهيومن، انا بقى هو كونسيومر طبعا لانه هو يا ميس ديبند اون بيشرب. تمام زي ما احنا شايفين اهو تاني بيوريني الفوتوسينثيسيس بروسيس. تمام ادي يا ميس المينرالز والسولت وادي الكربون دايوكسيد وادي السانلايت عشان بروديوس لمين للاكسجين. قال لي طيب انت دلوقتي يا ميس هتقدري تقولي ايه؟ والله انا دلوقتي هعمل سمرايز او هلخص الجزء ده. هتلخصيه ازاي؟ هقول والله الان اورجانيك سبستانسز اللي بيستخدمها البلانت في الفوتوسينثيس بروسيس بيستخدم الووتر، بيستخدم المينرالز، بيستخدم الكربون دايوكسيد. طب البرودكتس اللي بيطلع لي ايه يا ميس؟ قال لي بيطلع لي جلوكوز وده بيكون اورجانيك سبستانس، والاكسجين وده بيكون ان اورجانيك سبستانس. تمام. قال لي طيب دلوقتي يا ميس السبستانس اللي هي مسؤولة responsible for عن absorbing light هي الكلوروفيل. تمام عشان ده ممكن يجي لنا في الكومبليت. قال لي the substance produced by the plant as food. ايه يا ميس السبستانس اللي البلانت produce it to obtain energy عشان ياخد الانرجي؟ قال لي يا ميس عندي الجلوكوز. قال لي طب قولي لي هنا الايكويشن بتاعه الفوتوسينثيسيس بروسيس اللي انا او سوري اللي البلانت هيستخدمها عشان يقدر يعمل الفود بتاعه. قال لي يا ميس الووتر وادي الكربون دايوكسيد واللايت انرجي، لازم يا ميس الثري مين كومبوننتس دول يكونوا مع بعض. طب بروديوس ايه يا ميس؟ بروديوس الجلوكوز وكمان الاكسجين جاز زي ما احنا ما قلنا. قال لي طيب عندي بقى هنا يا ميس زي ما احنا ما قلنا ان انا عندي الانرجي and matter are two forms of the same things. يعني يا ميس الانرجي والماتر زي بعض. يعني ايه يا ميس؟ عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول والله ان اللايت انرجي اللي اخدها البلانت to make its own food قال لي يا ميس is converted هتتحول و stored chemical energy في شكل جلوكوز. تمام. قال لي طيب عندي بقى هنا في حاجة حلوة قوي. قال لي يا ميس طب بصي بقى تعالي، انت بتقولي لي دلوقتي يا ميس ان البلانت بيقدر يعمل فوتوسينثيس بروسيس عشان يطلع الاكسجين. قال لي طب الساينتست قالوا احنا هنعمل تكنولوجيكال ميثود طريقة اسمها artificial photosynthesis process. يعني ايه يا ميس artificial؟ يعني حاجة صناعية. هنعمل artificial leaves. ايه ده يا ميس artificial leaves يعني ايه؟ يعني هيكون فيها ستوماتا والكلام ده؟ لا طبعا artificial حاجة صناعية زي البلانت الصناعي اللي موجود عندنا في البيت. قال لي بس ده بيختلف عنه في ايه؟ قال لي بيكون الليف دي supplies with hydrogen gas، بتكون مليانه هيدروجين جاز. طب يا ميس هيدروجين جاز هتعمل ايه؟ قال لي لا دي absorb هتاخد لي الكربون دايوكسيد اللي طالع من الكارز والفاكتوريز ومن الباور ستيشنز. قال لي طب هتاخده يا ميس وهتعمل ايه؟ قال لي قال لي انت كده بتعملي لي طالما الارتفيشال ليفز دي بتاخد لي الكربون دايوكسيد عشان هي جواها مين؟ جواها يا ميس زي ما قلنا جواها الهيدروجين جاز. قال لي يا ميس بصي الهيدروجين جاز يا ميس اللي جوه الليفز دي هيعمل لي ابزورب هيمص لي الكربون دايوكسيد. طب هو بيعملوا كده ليه؟ قال لي يا ميس تو ريديوس عشان نقلل الجلوبال وورمنج اللي بيحصل. يعني ايه يا ميس كلمه جلوبال وورمنج؟ يعني بيحصل increasing the percentage of carbon dioxide. يعني يا ميس كربون دايوكسيد برسنتج نسبته بتزيد جدا في الاير، لا احنا عايزين نعمل لها ريديوس عشان بتعمل لي جلوبال وورمنج. قال لي طب ده الميس هيعمل ايه؟ يعني ايه المشكله لما يحصل جلوبال وورمنج؟ قال لي لا ما ده كده يا ميس هيخلي لي الارث تمبريتشر انكريز، هيزود لي التمبريتشر بتاعت مين؟ بتاعت الارث. فاحنا عملنا حاجه اسمها artificial photosynthesis فوتوسينثيسيس. تمام. عرفنا المين ايديا الفكره بتاعتها ان احنا عملنا ان هي شبه الليفز الحقيقيه ان هي تعمل ابزورب المين للكربون دايوكسيد. اصلك الليف الحقيقيه يا ميس بتاخد الكربون دايوكسيد بس عشان تقدر تعمل الفود بتاعها. قال لي طب هنتكلم في تاني حاجة عندنا او الكاركتر التانية الريسبريشن. الريسبريشن يا ميس يعني ايه كلمة ريسبريشن؟ ريسبريشن يعني يا ميس الليفنج اورجانيزم سواء بقى هيومن او بلانت او انيمال اوبتين هياخد الاكسجين جاز دايركتلي من الاير. طب ليه يا ميس؟ هو عايز الاكسجين جاز ليه يا ميس؟ قال لي يا ميس عشان الاكسجين جاز ده يا ميس مهم جدا للايه؟ لللايف. طيب هو اخد الاكسجين جاز وهيطلع لي مكانه كربون دايوكسيد. انا كهيومن عندي ريسبيراتوري سيستم. طب يا ميس البلانت ما عندوش ريسبيراتوري سيستم، عنده ترانسبورت سيستم. طب يا ميس البكتيريا هتقدر يا ميس تعمل ريسبريشن ازاي؟ ازاي تاخد الاكسجين وازاي تطلع الكربون دايوكسيد؟ ده اللي احنا هنعرفه.
تعالوا كده نشوف مع بعض respiration في اليوني سيلر اورجانيزم. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ قال لي يعني يا ميس الليفنج اورجانيزم اللي هي consists of one cell like مين؟ like البروكاريوتيك والايوكاريوتيك. قال لي يا ميس هتاخد الاكسجين جاز منين؟ قال لي هتاخده directly from the air، هتاخده من الاير يا ميس، وريليز وهتطلع لي كربون دايوكسيد. ادي زي ما انا عندي اهو البكتيريا. قال لي يا ميس بصي اخدت الاكسجين وطلعت لي مين؟ وطلعت لي الكربون دايوكسيد. قال لي طيب حلو الكلام ده جدا. تعالي بقى يا ميس نشوف الريسبريشن في المالتي سيلور. المالتي سيلور دي زي مين؟ قال لي يا ميس زي انا كهيومن. قال لي طب تعالي نشوف في الهيومن والانيمال. قال لي طبعا يا ميس بيكون عندي ريسبيراتوري سيستم، وطبعا باخد الاكسجين من الاتموسفيريك اير، من الاير اللي حواليا، عن طريق الريسبيراتوري سيستم، عن طريق مين؟ عن طريق اللنجز زي ما احنا شايفين. قال لي طيب هل كل الانيمالز عندها لانجز يا ميس؟ قال لي لا. تعالي نشوف بقى يا ميس other animals ازاي بتقدر تعمل obtain، بتاخد ايه الاكسجين. قال لي انا عندي هنا الاميفيبيا. طب اخدناها في جونيور 4 وقلنا يا ميس الاميفيبيانز هتاخد الاكسجين باكتر من طريقه. والله يا ميس عن طريق اللانجز او عن طريق السكن. والله لو هي موجوده اون لاند على اللاند يبقى هتاخد الاكسجين عن طريق اللنجز. لكن يا ميس لو هي ان ووتر هتاخد طبعا الاكسجين اللي هو ديزولفز ان ووتر، اللي دايب في الووتر، عن طريق مين؟ عن طريق السكن. طب الفيش يا ميس هتاخد الاكسجين ازاي؟ قال لي يا ميس هتاخد الاكسجين اللي هو ديزولفد اللي دايب في الووتر عن طريق حاجه اسمها الجلد. اخدنا الكلام ده. طيب عندي يا ميس الانسكتس. الانسكتس يا ميس هتاخد الاكسجين ازاي؟ قال لي يا ميس عن طريق ريسبيراتوري اورجان اسمها تريكيال تيوبس. تريكيال تيوبس دي هتاخد من خلالها الاكسجين وتطلع منها كربون دايوكسيد. زي ما احنا شفنا هنا الفيش ما عندهاش يا ميس لانجز، الاميفيبيانز لا عندها لانجز وتقدر تتنفس بانذر واي بطريقه تانية، والانسكت زي ما احنا شايفين. قال لي طيب تعالوا مع بعض هنا نشوف بقى البلانت يا ميس هتقدر تاخد الاكسجين ازاي من surrounding ايه air. قال لي يا ميس خلي بالك ان البلانت don't have specialized respiratory system، ما عندهاش respiratory system، بس هتقدر تاخد الاكسجين من الاير يا ميس عن طريق الاستوماتا. الاستوماتا دي قلنا اللي هي موجوده فين يا ميس؟ موجوده في الليفز. فهتقدر تعمل يا ميس تيكن، هتاخد الاكسجين وريسباير عشان تقدر تتنفس، و ريليز هتطلع لي مين؟ هتطلع لي الكربون دايوكسيد. قال لي طيب تعالي بقى يا ميس خلي بالك ناخد يعني في ناس بتعتقد كده ان البلانت ستوب ريسبيرنج، يعني هيوقف ان هو يتنفس في الدي عشان الفوتوسينثيسيس بروسيس. قال لي لكن يا ميس خلي بالك ان البلانت بيعمل respiration continuously، يعني باستمرار day ونايت، يعني ما بيوقفهاش. زي انا ما بقدرش اوقف الريسبريشن خالص. قال لي طيب عندي هنا بيقول لي بقى هنا كويتشن حلو قوي. قال لي يا ميس بيقول لي هنا both photosynthesis process and respiration process is considered opposite process. يعني يا ميس الريسبريشن process وعندي وعندي كمان الفوتوسينثيس بروسيس عكس بعض. قال لي طب يا ميس كده اديني اكزامبل، يعني ايه هو البلانت بيعمل ريسبريشن؟ في ناس بتتلخبط ما بين الاتنين. قال لي يا ميس الفوتوسينثيس بروسيس ان البلانت تيك كربون دايوكسيد اند بروديوس اوكسجين، عادي بيعمل الفود بتاعه. لكن لما يجي يعمل ريسبريشن لا، ده بياخد الاكسجين زينا وبيطلع كربون دايوكسيد. فعشان كده يا ميس هم ايه؟ opposite process عكس بعض زي ما احنا شايفين كده. Because during photosynthesis process the plant absorb carbon dioxide and produce oxygen. هو بيعمل photosynthesis process while during respiration، لكن هو بيعمل respiration it obtains، هياخد الاكسجين من الاتموسفيريك اير عادي وبيتنفس زينا، ويريليز وهيطلع لي يا ميس مين؟ كربون دايوكسيد. طيب قال لي يا ميس تعالي كده نتكلم على حاجة اسمها cellular respiration. ايه يا ميس cellular respiration ده؟ قال لي يا ميس دي vital process. قال لي يا ميس يعني دي process مهمة جدا جدا جدا. طب بتحصل فين؟ بتحصل في الليفز. يعني ايه يا ميس الكلام ده؟ قال لي دلوقتي يا ميس انا خلاص دخل لي اللايت ودخل لي الكربون دايوكسيد ودخل لي الووتر انا كبلان، تمام. قال لي ايه اللي هيحصل يا ميس؟ قال لي هطلع شوجر
الاكسجين. قال لي طب ايه بقى السيلر ريسبريشن بقى دي؟ قال لي السيلر ريسبريشن دي بتعمل لي بريكن داون، بتكسر لي الجلوكوز، بس هتكسرهولي في وجود مين؟ في وجود الاكسجين. عشان يا ميس تو ريليف ذا انرجي البلانت محتاجها، الانرجي اللي البلانت محتاجها تبقى موجوده عنده، يبقى لازم يا ميس السيلر بروسيس دي يا ميس، السيلر سوري ريسبريشن هتحصل يا ميس، دي فيتال بروسيس مهمه جدا، معتمده على ايه؟ معتمده ان يحصل بريكنج داون للاورجانيك نيوترونز، وخصوصا بريكنج داون يعني يحصل لها تتكسر وتتحول لانرجي. طب هي يا ميس يحصل لها بريكنج داون في وجود مين؟ في وجود ايه؟ الاكسجين جاز. طيب زي ما احنا شايفين اهي البروسيس قدامنا. قال لي طيب تعالي بقى يا ميس نتكلم على الميتوكوندريا، واتكلمنا عنها قبل كده وقلنا يا ميس دي موجوده في السيل. قال لي طب دي بتحصل يا ميس الريسبريشن بروسيس زي ما قلنا، او السيل ريسبريشن بتحصل يا ميس الدي اند ايه نايت. ادي الاكسجين وعندي الجلوكوز شوجر. قال لي يا ميس إيه اللي بيحصل يا ميس؟ قال لي بيتحول لما بقى الاكسجين بقى يا ميس خلاص موجود ويبتدي يعمل بريكنج داون للجلوكوز، بيديني ووتر وكربون دايوكسيد بلس مين؟ بلس انرجي. ده لما يجي يعمل ريسبريشن. قال لي طيب الجزء ده مهم جدا. ادي السيل ريسبريشن زي ما احنا شايفين كده، تحصل طبعا موجوده فين؟ في الليفز زي ما احنا ايه، زي ما احنا شايفين. طيب دلوقتي يا ميس اهي، دلوقتي بصي كده انا عندي الانرجي خلاص موجوده فين؟ موجوده يا ميس، البلانت عمل الفوتوسينثيسيس بروسيس وتمام والدنيا تمام، وطلع بروديوس مين؟ شوجر. دلوقتي يا ميس الشوجر مع الاكسجين قال لي يا ميس هيبقوا فين؟ هيكونوا يا ميس في الميتوكوندريا. هو بيقول لي خلي بالك ان دي الفوتوسينثيسيس عكس السيلر ريسبريشن. الفوتوسينثيسيس بياخد الكربون دايوكسيد وعندي الووتر وعندي السانلايت عشان يديني اكسجين ومين؟ وشجر. الاكسجين والشجر هيحصل لهم بريكن داون عشان يطلع لي يا ميس ايه؟ يطلع لي انرجي. طيب زي ما احنا شايفين السيلر ريسبريشن اهي، وادي الفوتوسينثيسيس بروسيس زي ما احنا شايفين. تاني هو بس عايز ياكد لي المعلومه شويه. ادي يا ميس الكربون دايوكسيد زي ما احنا شايفين، وعندي الووتر. تمام، اهو اهو عندي الكربون دايوكسيد وعندي الووتر. تمام، هيحصل كل ده في الليفز، بروديوس الاكسجين والجلوكوز طبعا هيدخلوا يا ميس في الميتوكوندريا عشان تطلع لي يا ميس ايه؟ تطلع لي الانرجي. عشان احنا قلنا اصلا كنا واخدين الكلام ده في جونيور 6 ان الميتوكوندريا انا بعتبرها يا ميس او انا بشبهها بالظبط بالالكتريك باور ستيشن. قال لي طب بيقول لي هنا ميس all the following characteristics autotrophic organism، كل ده من الاوتوتروفيك organism except ما عدا. قال لي عندي هنا they use energy to produce their own food. ماشي، they obtain their own food in a form of organic substance. They obtain their own food in the form of simple structure substance. They obtain their own food in the form of inorganic substance. كل الحاجات دي صح ما عدا حاجة واحدة. والله يا ميس هما بيستخدموا اللايت انرجي. تمام، بياخدوا بياخدوا من they obtain their own food in the form of organic. هما بياخدوا الفود بتاعهم او بيكون في شكل اورجانيك اللي هي الشجر. they obtain their own food، هم هياخدوا الفود بتاعهم في شكل simple structure، و they obtain their own food in organic substance. انا والله بقول 3. طب هنا بيقول لي بيقول لي هنا which of the following describe the green algae. الجرين algae يا ميس هي بروكاريوتيك اوتوتروفيك، ولا هنا بروكاريوتيك هيتروتروفيك، ولا يا ميس ايوكاريوتيك هيترو، ولا ايوكاريوتيك اوتو؟ هي يا ميس هنا هتكون اللي هيوصف لي الجرين algae. قال لي يا ميس احنا الجرين algae دي يا ميس هتكون ايه؟ هتكون ايوكاريوتيك ايه؟ اوتوتروفيك، يعني بتقدر تعمل فوتوسينثيس بروسيس. يعني يا ميس الانسر بتاعتي هتكون دي. طيب بيقول لي هنا which of the following represent the product of photosynthesis process. قولي لي product اللي طلعوا لي من الفوتوسينثيسيس
بروسيس. قال لي يا ميس عندي الووتر والاكسجين، جلوكوز واكسجين، اكسجين اند كربون دايوكسيد، جلوكوز ووتر اند كربون دايوكسيد. طبعا يا ميس عندي جلوكوز واكسجين. قال لي طيب، هنا بيقول لي، خلاص هنا عندي بيقول لي هنا which of the following living organism share the same respiratory system. مين اللي هيكون عندهم نفس respiratory system او هيقدروا يعملوا يعني ميس respire زي بعض؟ قال لي عندي الهيومن والفروج، الشارك واللوكوست، الهيومن والفيش، الفروج واللوكوست. قال لي يا ميس الهيومن والفروج. ليه يا ميس الهيومن والفروج؟ عشان الهيومن بيكون عنده لانجز، والفروج بتقدر ان هي تعمل ريسباير بطريقتين، اللانجز وكمان عندي السكين. طيب بيقول لي هنا question number 5، بيقول لي in the opposite figure which of the following describe the process occurs in the plant. عندي بيدخل لي الكربون دايوكسيد وبيطلع لي الاكسجين، يبقى البروسيس دي يا ميس هتكون ايه؟ هتكون يا ميس photosynthesis process. طيب اهي. قال لي طب in the artificial photosynthesis process، قال لي ال artificial leaves are supplied، هتكون مليانة بإيه يا ميس؟ بالأكسجين ولا الهيدروجين ولا الكربون دايوكسيد ولا النيتروجين؟ قال لي يا ميس لا، هتكون supplied بالهيدروجين. قال لي طيب، هنتكلم بقى يا ميس على third characteristics، طريقة أو الصفة الثالثة اللي موجودة في الليفينج أورجانيزم اللي بتميزه عن النون ليفينج. عندي ترانسبورت. يعني ايه يا ميس ترانسبورت؟ قال لي كل المالتي سيلور ايوكاريوتيك عندها سبيشالايز ترانسبورت سيستم. يعني ايه ميس ترانسبورت سيستم؟ يعني النيوترونز والجازز دي لازم يحصل لها ترانسبورت تلف كل البادي. قال لي زي مين يا ميس؟ قال لي زي السيركلاتوري سيستم الموجود في الهيومن، والترانسبورت سيستم الموجود فين؟ في البلانت. انا كهيومن اتكلمنا قبل كده على الجزء ده، ان انا يا ميس السيركلاتوري سيستم بتاعي قال لي it consists of three main parts، بتتكون من ثلاث حاجات اساسيه: heart وبلاد فيزلز. البلاد فيزلز اللي هي التيوبس اللي بيمشي فيها البلاد، اللي هي عباره عن مين؟ arteries وفينز وبلاد كابيلاريز، وكمان يا ميس عندي البلاد. يبقى تاني الهارت ده اول بارت. البلاد فيزلز اصلا اللي هي التيوبس دي انواع، اللي هي الارترز والفينز والبلاد كابيلاريز، وذا لاست وان البلاد اللي هو الليكويد اللي بيقدر يمشي او بيقدر يعمل كاري، بيشيل لي الجازز والايه والنيوترون. قال لي طيب تعالوا مع بعض هنا. ادي يا ميس السيركلاتوري سيستم. طب البلاد فيزلز قلنا يا ميس ان هي بتقدر ان هي تعمل لي ترانسبورت، تنقل لي الجازز وبتنقل لي النيوترونز. طيب عندي يا ميس الارترز ليها فانكشن او جوب او امبورتنس، والفينز ليها فانكشن او جوب او امبورتنس. طب الارترز اللي هي بيكون لونها ريد، مالها بقى دي؟ قال لي دي بتاخد لي الاكسجين الريتش، مليان يا ميس، مليان البلاد اللي مليان اكسجين ومليان نيوترونز، عشان توديه من الهارت لمين؟ all the body parts، لكل مكان فين؟ في البادي بتاعي. لكن الفينز يا ميس عكسها، هتاخد لي البلاد اللي مليان كربون دايوكسيد ومليان ويستس، هتاخده لي من البلاد للهارت، ترجعه لي للهارت ايه؟ ترجعه لي للهارت تاني. ايه دي عندي هنا زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شايفين هنا عندي دلوقتي يا ميس الهارت هيبتدي يدي الارترز ايه؟ البلد اللي مليان اكسجين ونيوترونز او اوكسجينيتد بلد. يبتدي يا ميس الارترز يديها للبلاد كابيلاريز. ايه يا ميس البلاد كابيلاريز دي؟ قال لي دي يا ميس تايني بلاد فيزلز، حاجات صغيره جدا بتعمل كونكت، بتوصل لي ما بين الارترز وما بين مين؟ الفينز. تبتدي يا ميس البلاد كابيلاريز دي تدخلي الجازز والنيوترونز جوه مين؟ جوه السيلز بتاعت البادي. طب زي ما يا ميس ما دخل اكسجين ودخل نيوترونز، السيل بتطلع ويستس. مين اللي هينقلها؟ قال لي اللي هينقلها يا ميس البلاد كابيلرز. يعني يا ميس البلاد كابيلرز هتدخلي الاكسجين، تقوم السيل تقول لها لا، انت مش هتطلعي بايدك فاضيه، انت هتاخدي مني ايه؟ هتاخدي مني الويستس عشان توديها
للفينز، عشان الفينز يوديها لمين؟ للهارت. عشان كده يا ميس انا بقول عليها closed path، يعني يا ميس طريق مقفول. طيب بيقول لي هنا question give reason. بيقول لي هنا blood flow in the human circulatory system in closed cycle، يعني يا ميس بيلف لي في سايكل مقفولة. قال لي والله يا ميس عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الهارت والبلاد فيزل are connected، متوصلين in continuous ايه سايكل، يعني سايكل مقفولة. قال لي طيب طب انت تعتبري الباث طريق الفود في الدايجستيف سيستم كلوزد باث؟ يعني انا دلوقتي عندي في السيركلاتوري سيستم الكلوزد باث، لان البلاد بيروح للارتريز، والارتريز بتوديه البلاد كابيلاريز، البلاد كابيلاريز بتوديها للسيلز، السيلز بتخرج الويستس، وهكذا بترجع للايه؟ للهارت تاني. لكن طريق الدايجيشن اوف فود، طريق الدايجيشن اوف فود انت هل انت بتعتبريه كلوزد باث؟ قال لي يا ميس لا. طب ليه بقى؟ قال لي والله يا ميس عشان الويستس دي مش بتقدر تعدي من السيل ممبرين، فبتبتدي ان الفود بيدخل من طريق والويستس بتطلع من طريق تاني خالص. يعني يا ميس احنا مش بنعتبرها من closed path، الدايجستيف سيستم مش بنعتبره closed ايه؟ closed path خالص. قال لي طيب تعالي بقى يا ميس نشوف الترانسبورت سيستم في البلانت. انا اتكلمت دلوقتي ترانسبورت سيستم في الهيومن. ازاي يا ميس الهيومن بيكون عنده سيركيلاتوري سيستم بيقدر ان هو يعمله ترانسفير او يحسب بيعمل ترانسبورت، ينقل لي كل اليميس الجازس، الاكسجين يعني والووتر، وكمان اليميس النيوترينز في البادي بتاعه، وكمان بيخرج الوسط. طب تعالي نشوف بقى البلانت. قال لي البلانت يا ميس ما عندوش سيركيلاتوري سيستم زي الهيومن بالظبط. قال لي عنده حاجه كده اسمها زايلم وفلوم، خدنا الكلام ده في جريد 5. الزايلم يا ميس كان بينقل لي حاجه معينه، والفلوم بينقل لي حاجه معينه. قال لي يا ميس الزايلم كان الفانكشن بتاعته ان هو بينقل لي يا ميس بصي الووتر والمينرالز من داون لاب. لكن الفلوم بقى يا ميس، الفلوم كان بينقل لي النيوترونز. خلاص البلانت قدر عمل الفوتوسينثيسيس بروسيس، فبيبتدي ان هو يوزعها لي في كل مكان في البادي بتاعي، زي ما احنا شايفين هنا عندي ان الزايلم تيشو دي تيوبس انسايد ذا بلانت. مالها يا ميس التيوبس دي؟ هتعمل لي ايه؟ قال لي والله يا ميس دي هتعمل لي ترانسبورت للووتر، هتنقل لي الووتر والنيوترينز والمينرالز من الروت تو ذا ريست اوف ذا ايه ذا بلانت، هتاخدها من داون لاب. تمام تمام. جاي يا ميس خلاص البلانت عمل الفوتوسينثيسيس بروسيس وعمل الشوجر، طب محتاج يتوزع كل ده في البادي بتاع البلانت. قال لي عن طريق الفلويم تيشو. طيب الفلويم تيشو ده يا ميس هينقل لي الفود اللي عمله البلانت during photosynthesis process من الليفز ل all the parts of a plant. قال لي طيب زي ما كده في السيركلاتوري سيستم الارترز ليها طريق شايله حاجه معينه، والفينز شايله حاجه معينه. ادي بردك يا ميس بيوضح لي الفرق ما بين الزايلم والفلوم، هو عايز يأكد لي المعلومة بكل الأشكال. طب تعالي نتكلم يا ميس على فور characteristics او الكاركترستكس اللي بتميز الليفنج عن النون ليفنج. قلنا اتكلمنا عن النيوتريشن، واتكلمنا عن الريسبريشن، واتكلمنا يا ميس على السيركيوليشن. تمام. هنتكلم على حاجه الاكسكريشن. يعني ايه يا ميس كلمه اكسكريشن؟ يعني يا ميس بتكون في هارم او هارم سبستانسز او هارم برودكت موجوده في البودي، سواء بقى في الهيومن او البلانت او الانيمال، محتاجين نعمل جيت ريد اوف، يعني نتخلص منها. طب هنتخلص منها يا ميس عن طريق حاجه اسمها الاكسكريشن بروسيس. ايه يا ميس بقى؟ قال لي يا ميس انا البادي بتاعي، سوري، البادي بتاعي، خليني كده اباك، خدنا الكلام ده في جريد 6 الاكسكريشن. قال لي يا ميس دلوقتي في بيولوجيكال بروسيس، في حاجات بتحصل جوه الهيومن بادي بتطلع ويستس، طب احنا عايزين نتخلص منها، زي الكربون دايوكسيد، الاكسس ووتر، والاكسس سولت، وكمان اليوريا. انا يميس الكربون دايوكسيد بقدر اتخلص منه عن طريق يميس ايه؟ عن طريق اللنجز. طب الاكسس سولت والاكسس ووتر قال لي بتخلص منهم عن طريق السويت السكين جلدي. طب واليوريا عن طريق يميس اليورين. كل دي يميس harmful substances. طب لو موجودة في البادي بتاعي طبعا يميس هتخليني اكون sick. قال لي طيب زي ما احنا شايفين كده
الاورجنز اللي هتساعدني في ان انا اعمل اكسكريت او اتخلص او جيت ريد اوف اتخلص من الويستس دي. قال لي يا ميس انا عندي اللونجز اهي زي ما احنا شايفين. لا معلش انا اسفه، نرجع باك. زي ما احنا شايفين اللونجز، وادي يا ميس الكدني، وادي يا ميس السويت جلاند الموجوده في السكن. قال لي يا ميس انا هتخلص من اللونجز. اللونجز هتساعدني في ان انا اتخلص من الكربون دايوكسيد جاز والووتر فيبر عن طريق الاكسهيلد اير، بيطلع الواي بطريقه. طب الكدني يا ميس هتخلصني من الاكسس سولت والاكسس ووتر عن طريق يا ميس اليورين. طب يا ميس السويت اللي موجوده في السويت جلاندز الموجوده في السكين، قال لي هتتخلص لي من الاكسس سولت والاكسس ووتر عن طريق مين؟ عن طريق السويت. قال لي طيب تعالوا بقى مع بعض هنا. الجزء ده يا ميس بيقول لي انا مش بعتبر الاندايجستد فود او الاندايجستد فود يا ميس بيخرج عن طريق الفيسز، وانا مش بعتبره تبع الاكسكريتوري سيستم. ليه يا ميس؟ قال لي عشان الاكسكريشن دي يا ميس بروسيس لازم يكون الويستس دي بتقدر تعدي السيل ممبرين، لكن الفيسز ده مش هيقدر يعدي من الايه، من السيل ممبرين. قال لي طيب الساينتست عملوا حاجه اسمها ديلايسيس ماشين. الديلايسيس ماشين دي هيستخدموها للبيشنت اللي بيكون عنده مشكله في الكدني فيلر، يعني خلاص الكدني مش شغاله. طب هي الكدني اصلا ايه هي الفانكشن بتاعها او الامبورتنس بتاعها؟ ان هي بتعملي بيوريفاينج، يعني بتنقي لي البلد بتاعي. طب الكدني دلوقتي يا ميس مش شغاله. طب دلوقتي هنضطر ان احنا نقعد البيشنت المريض ده على ماشين اسمها ديلايسيس ايه ماشين. ماله يا ميس؟ الماشين ده هيقوم بعمل الكدني، ان هو يا ميس بيعمل بيوريفاينج او هينقي لي البلد. قال لي طيب طب الاكسكريشن بقى يا ميس في البلانت يا ميس هيقدر ان هو يطلع الاكسس ووتر فيبور والكربون دايوكسيد عن طريق الاستوماتا. قال لي يا ميس زي ما احنا شايفين كده الاستوماتا بيكون حواليها يا ميس، ادي الاستوماتا بيكون حواليها حاجه اسمها جارد سيل. الجارد سيل دي هي اللي بتعمل كنترول، بتتحكم في الاوبننج والكلوزنج بتاعتها ان هي تفتح وتقفل. الجارد سيل دي يا ميس سبيشاليزد سيلز، يعني سيلز متخصصه. هي وظيفتها، خلي بالنا في الحته دي، ان هي بتعمل كنترول، بتتحكم لي في الاوبننج والكلوزنج لمين؟ للاستوماتا. يعني البلانت يا ميس بيعمل ريليز او بيتخلص لي من الووتر فيبر والكربون دايوكسيد عن طريق الاستوماتا. قال لي طيب ادي زي ما احنا شايفين كده، ادي هنا الاوبننج ستوماتا وادي هنا كلوزد ستوماتا زي ما احنا شايفين، وهي هنا كلوز لكن هنا ميس ايه اوبننج طبعا ستوماتا. عندي بقى يا ميس الموفمنت. كل ده احنا بنتكلم على الكاركترستكس اللي بتميز لي الليفنج عن النون ليفنج. قال لي الموفمنت يعني يا ميس الموفمنت يعني يا ميس البروسيس اللي هتخلي الليفنج اورجانيزم to move from one place to another، يتحرك من مكان لمكان. قال لي يا ميس انا عندي الاميبا. هنتكلم على الموفمنت في اليونيسيلر ايه والايوكاريوتيك. قال لي يا ميس انا عندي الاميبا هتقدر تتحرك بايه يا ميس؟ قال لي فولس فيت، يعني يا ميس او بيسوبودا. بيسوبودا يعني انا بقول عليها كانها عندها فيت بس هي ما عندهاش فيت، هي كانها، عشان كده بنقول عليها فولس فيت. الباراميسيوم بيكون عنده سيليا زي دي كده، هي اللي هتساعده على الموفمنت. لازم ابقى عارفه الاورجانيزم بالواي بتاعه الموفمنت بتاعته. وعندي اليوجلينا هي الموفمنت بتاعتها بالفلاجيلم. طب هيكون عندي دلوقتي طريقة بقى. طيب انا بقى كهيومن، انا ميس بعمل موفمنت بالايه؟ بالماسكوسكيليتال سيستم. هو ده اللي ريسبونسبل فور، مسؤول ايه بقى الماسكوسكيليتال سيستم؟ ادي السكيلتون سيستم والماسل سيستم، الاتنين مع بعض عملوا لي حاجة اسمها ماسكوسكيليتال ايه؟ ماسكوسكيليتال سيستم. قال لي يا ميس طب البلانت بقى بيقدر يعمل موفمنت؟ اه. قال لي يا ميس هو مش بيقدر يغير اللوكيشن بتاعه، مش بيغير البوزيشن بتاعه، يعني البلانت مش بيمشي زي الهيومن والانيمال. لكن يا ميس بيكون عندي زي مثلا عندي السان فلاور بتقدر
ان هي تعمل يعني تواجه، تعمل فيس لمين زي ما احنا شايفين ده كده، زي ما احنا شايفين في البيكتشر اللي قدامي، بتعمل موف اهو زي ما احنا شايفين. الاوبننج فلاورز تعمل في الدي، بتفتح في الدي، وبتعمل يا ميس ايه كلوزنج ات نايت زي ما احنا شايفين موفمنت. وادي السان فلاور يا ميس بتواجه، بتلف يعني في الدايركشن بتاع الصن، فدي يا ميس ايه موفمنت عادية. لكن هو يتنقل من مكان لمكان لا طبعا. Oh, this is sunflower. ادي السان فلاور بيوريني ان هي يا ميس بتعمل تلف نفسها في اتجاه مين، في اتجاه الصن. بيقول لي هنا questions، هنا بيقول لي all the following represent the movement of living organism. كل ده بيوضح لي طريقة الموفمنت للليفينج اورجانيزم except اللايت chasing الجذع، the growth of plant roots downward، bird flying from one place to another. عندي يا ميس هنا ال الموفمنت بتاعت الووتر والمينرال. الموفمنت بتاعت الووتر والمينرالز ثرو زايلم دي انا بعتبرها موفمنت للليفينج اورجانيزم طبعا يا ميس ايه فولس. طب الجروث بتاع البلانت انا بعتبرها موفمنت، يبقى يا ميس الكوريكت انسر بيكون عندي دي. وكده نكون خلصنا مع بعض lesson 2. هو كان lesson طويل شوية، حلينا مع بعض اهم الكويشنز الاسئلة، وعملنا ليه ملخص جميل جدا. ان شاء الله انتظروني في شرح lesson 3. اشوفكم على خير ميدل 1.